في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة بعث وتشغيل الوحدات الصناعية المصادرة بأحكام قضائية نهائية، حضرنا اليوم سويا من أجل تدشين وحدة صناعة الفرامل وملحقاتها برغاية. هذه الوحدة والتي تمثل أهمية كبيرة في ما يخص صناعة قطاع الغيار، ونظرا للحساسية التي تكتسي بها صناعة الفرامل وما العلاقة التي تربطها بسلامة جميع أنواع المركبات. إذن في مدة لا تقل عن شهرين، وبفضل رجال ونساء مؤسسة الوطنية للصيانة بالشرق الأسمو التابعة لمجمع جيكا، وقفنا اليوم إلى إعادة التشغيل هذه الوحدة. كل هذه العمليات كما ذكرت تأتي تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية تجاه الشعب الجزائري في استرجاع الأموال المنهوبة وإعادة بعث الوحدات المصادرة. هذه الوحدات التي بدأناها معا من أضرار مع هذه المؤسسة، يعني مؤسسة الأسمو، انتقلنا إلى وحدة المسيلة، ثم إلى وحدة باتنا لصناعة هياكل السيارات، والتي حسب تعليمات السيد رئيس الجمهورية سوف يتم افتتاحها في الموعد الذي سطرناه والتزمنا به مع السيد الرئيس. وهذا كله بفضل الشركة الوطنية لصيانة بالشرق الأسمو التابعة للمجمع جيكا. كما أدعو خلال هذه المناسبة جميع العمال اللي كانوا في الوحدة هذه، الأبواب مفتوحة باش يلتحقوا بالوحدة. كل التعليمات أعطيت للمسؤولين عن هذه الوحدة أنها تكون بإذن الله من النوع كما يقولوا لو بريمي شوا، وهذا من أجل ضمان سلامة قطعة الفرامل. للتعلم كامل أن الفرامل هي قطعة حساسة فيما يخص سلامة يعني المركبات. ما شاء الله عندنا 25 موديل تاع سيارات سياحية وعلامات عالمية، من مرسيدس بنز، من أودي، من نيسان، كل علامات شفتوها علامات عالمية سوف يتصنيع إن شاء الله، والاعتماد تاع هذه الصفائح هنا في المصنع هذا. وستة علامات تاع الوزن الثقيل في انتظار، اتفقنا درك مع الجماعة أنه نوسعوا لباقي العلامات. المهم رانا واقفين على أن تكون الجودة هي العنوان تاع المصنع هذا، لأنه مصنع الفرامل حساس جدا، راح يغطي ما بين 40 حتى 50% من الاحتياجات الوطنية. في هذه النقطة بالذات نرسل نداء لجميع المتعاملين الاقتصاديين اللي يهمهم أنهم يستثمروا في قطاع الغيار. الوزارة الأولى عن طريق الشباك الوحيد اللي تم استحداثه بقرار من السيد رئيس الجمهورية مفتوحة لمرافقتكم من أجل بعث تصنيع في قطاع الغيار، وراح تلقاو كل التسهيلات. إذن اللي عنده مشروع فيما يخص قطاع الغيار راح يكون في الرواق الأخضر. كل التعليمات أعطيت للوكالة الوطنية للاستثمار وعن طريق الشباك الوحيد باش يسهلوا للمستثمرين في هذا المجال. إذن مرة أخرى كما أعطيناكم موعد في أضرار وفي المسيلة وفي هنا الجزائر وفي جيجل، واليوم كان الموعد في الغاية، يتأكد الجميع باللي بإذن الله كل الوحدات المصادرة سوف يتم بعثها وعن قريب. الإرادة تاع السيد رئيس الجمهورية والقرار تاعو سوف تنفذ من طرف الحكومة. إذن نعطيكم موعد آخر إن شاء الله عن قريب. لازم تعرفوا باللي رانا نحبوا ونحبثوا ونحبذوا أن نعمل بصمت، وصح تأكدوا باللي العمل تاعنا بصمت. هذا دليل أنه مشاريع قاعدة تتوجد، ماناش راقدين. كما اليوم في الغاية، عن قريب إن شاء الله راح نكونوا في باتنا، وعن قريب راح نكونوا في تسمسيلت وفي مواقع أخرى. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وتحية الجزائر.